السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة احنا رايحين الشغل مطبعة الطباعة على التيشيرتات في يني بوسنة. المنطقة اللي احنا نازلينها ده احنا نازلين منزل رايحين المطبعة في يني بوسنة جنب مسجد يني بوسنة اللي باين قدامنا في الصورة ده المسجد بالظبط. هناخد من جنب المسجد الشارع اللي على الشمال وهنبقى قدام المطبعة زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا خلاص هناخد الشارع ده شمال المسجد يوني بوسنة كده. احنا داخلين وهنشوف جوه المطبعة ازاي بتتم الطباعة على التيشيرتات وازاي بيتجهز التيشيرت. طبعا الظهر بيتطبع لوحده والوش بيتطبع لوحده والكم بيتطبع لوحده. احنا كده داخلين قدامنا عربية نقل هنفصل عما نعديها كده. عدينا العربية والمصنع اصبح هو اللي قدامنا على الشمال الدور الثالث ان شاء الله. الجزء ده كنا صورناه بالنهار واحنا خارجين. انا بشتغل وردية ليلي. ده المصنع. ندخل من باب المصنع نطلع الطابق الثالث ان شاء الله ونسيبكم مع الفيديو بصوته الطبيعي بدون اي تأثيرات خارجية. السلام عليكم. نعم. بصور الرجالة. حمادة المغرب وأهل المغرب حبيبي. تجهيز القماش ده قسم تجهيز القماش. بيفردوا القماش المكنة زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده بتقص القماش وبعد كده يدخل المكنة عشان الطباعة. قماش أبيض وقماش ملون. ده قسم القماش. حسن ايوه حبيبي. ده القماش بعد القص اهو موجود على الترابيزه الثانيه. اسلام ده الشغل بعد ما اتقص اهو. صورناهوش وهو بتقص كنا شغالين بقى. 54 20 ايوه حبيبي 20 حسن اهو. كيفك حبيبي؟ عربستان مصر. ايوه عربستان ومصر. ايوه. على التيشيرت من ورا اللي هي بتاعت التيكت. مكنة طباعة التيشيرتات. ده المعلم حسن. معلم حسن ده سوري. ده معاذ جزائري. ده المعلم الكبير ابو حسن من سوريا. هو الرئيس بتاع الورديه كلها. رؤوس الشغل لسه المكنه هتشتغل. المكنه اللي قدامنا دي اهي. اللي ورا ده ابو عبد الله جزائري.
هتبدأ شغل المكنة اهو، هتسحب الورق ده كله وتطلع التيشيرتات. يروح قماش فاضي ابيض، الباشمهندس حسن السوري هيبدأ تشغيل المكنة اهو. نزل ابو عبد الله الجزائري هينزل الورق. الورق ده يبدأ يظهر من تحت اهو. حركتني هناك. خلي بالك من السخان، اللي ورا ده سخان كبير، درجة الحرارة 215 درجة مئوية. منور يا أستاذ معاذ. ده التيشيرت طلع مطبوع، الرسمة اللي فوق طلعت مطبوعة كده. عزل الورق. دقيقة واحدة جاية اهو. نبدأ نشوف من ورا بقى التيشيرتات طالعة ازاي. معلم هاني منور يا غالي. معلم هاني من مصر. عبد الله مزاجه حلو، قاعد بيشرب شاي اهو. يعني الشغل 100 100 اهو. التيشيرتات جت، شغل يا ريس. يبدأ يعزل التيشيرتات ويرصها في بعض زي ما انتم شايفين كده. المكنة التانية المعلم ابو حسن بيتابع. الرجالة بترص الشغل، معاذ وحسن. ابو حسن طبعا ده هو الباترون بتاع الوردية، هو الريس، بيتابع هنا وهنا، بيتابع المكنة دي والمكنة التانية. زي ما انتم شايفين كده الرص، والتيشيرت بيطلع من ورا مطبوع، الرسمة اللي هي موجودة على الارض موجودة في الأرضية دي. منور ابو حسن. ابو حسن منور يا باشا. نصور بقى المكنة التانية على السريع كده. ده معمل طباعة على تيشيرتات القاهرة. الأستاذ نوفل من الجزائر، أهل الجزائر مكتسحين. منور يا باشا. دي رسمة التيشيرت قبل الطباعة اهي. رسمة التيشيرت قبل الطباعة اهي. الرسمة دي طبعا تيشيرت اوريها لكم برضه وهي طالعة من ورا دلوقتي. نعم يا غالي. هجيلك اهو يا غالي. شوف ايه اللي بيحصل هنا. ابو حسن كان بيساعد هناك، رجع يساعد هنا اللي هو الباترون. دي المكنه يا جماعه، دي الهوايات بتاعتها، بتطلع الهواء، بتنقص الهواء الحراري، حراره الهواء. لا معانا تيشيرت ريال مدريد لسه طالع طازه. تيشيرت اهو. تيشيرت ريال مدريد حلوه لسه طالع من الفرن. ده ابو احمد من طنطا، وده الاستاذ عاصم من الغربيه من زفته. وشك يا استاذ عاصم. استنى احكي مع تيشيرت ريال مدريد لسه طالع. التيشيرت طالع يا جماعه. الرسمه اللي انا وريتها لكم هناك اهي. تمام. طبعا خلاص يا غالي، خلاص اهو. بس في حاجه اسمها ليه بيعملوا تيشيرت رونالدو في ريال مدريد وهو ماشي من 5 سنين؟ عادي يا باشا. لا عشان ده التوفيق. ناويين يعملوا فريق للمصر. هيبدأ يقص. الخردة اللي هو الورق اللي فوق ده. قصوا الورق.
لان التيشيرت بينزل بين الورقه دي والورقه المطبوعه عشان يحافظ على التيشيرت من السخان. كده نغير الورقه اللي فوق. يعبي هوا ونبدأ نرفع. شغل يا معاذ. نشغل البردة.